في سنة من السنين وتحديدا سنة 1997 كان فيه مجموعة قتلة مرتزقة كلفوا بقتل المكسيكي فيكتور كوينتانا بعد ما قدروا يعدوا من الحرس ووصلوا له فعلا. ساعتها قرروا يرتاحوا شوية قبل ما يموتوه، وهم قاعدين اتكلموا عن الكورة والفرق والماتشات، والكلام خدهم ودخل كوينتانا في الحوار وقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا وكلامه عجبهم لدرجة انهم قرروا ما يموتوهوش ويسيبوه يعيش. وده اللي حصل فعلا. القصة فعلا حقيقية، ومش دي بس القصة الغريبة من القصص الكتير اللي بتبين قد ايه الناس مهووسة بكرة القدم ولاعبين كرة القدم. اهلا بيكو ويلا بينا نتعرف على الاسطورة الجديد لامين يامال. رغم وجود أندية كتير ولاعبين أكتر في كل أنحاء العالم، بس في لاعبين قدروا يثبتوا نفسهم في كرة القدم ويوصلوا للقمة ويكتبوا اسمهم بمية ذهب في تاريخ اللعبة. لاعبين لسه فاكرينها لحد دلوقتي رغم إنهم ماتوا زي بيليه ومارادونا. لاعبين كبروا في السن وبطلوا لعب زي زيدان وبلاتيني. لاعبين لسه بنستمتع بلعبهم زي ميسي ورونالدو ونيمار وصلاح وغيرهم. ومع كل الأساطير دي بس لسه هيتضاف ليهم قريب الأسطورة الجديدة لامين يامال، اللي خبراء كتير متوقعين إنه هيتفوق بسرعة الصاروخ، وده علشان سنه الصغير. لامين اتولد سنة 2007 وبالتحديد في 13 يوليو في مدينة اسبلوغيس دي يوبريجات في اسبانيا، يعني دلوقتي عنده 17 سنة بس. اسمه لامين يامال ناسيمنتو، وده اسمه الاسباني، لكن اسمه العربي هو الامين جمال نصراوي. معاه الجنسية الاسبانية، والدته من غينيا الاستوائية ووالده من المغرب، وده بيخليه عنده خلفية ثقافية متنوعة. وبالرغم سنه الصغير إلا إن اسمه بدأ يتقال مع العتاولة الكبار اللي زي ميسي ورونالدو ونيمار، وكمان يتقارن بيهم. لعب كرة القدم وهو عنده 4 سنين في نادي لاتوريتا، وهو نادي صغير محلي. تقريبا لما لامين كان عنده 6 سنين بس اكتشفوه نادي برشلونة اللي تبنى موهبته وضموه لأكاديمية لاماسيا وهو عنده 7 سنين، وهي أكاديمية خاصة لنادي برشلونة للشباب. والأكاديمية دي اتخرج منها محترفين كتير أشهرهم ليونيل ميسي، أندريس إنيستا، وتشافي هرنانديز. وبالمناسبة التلاتة كانوا بيتنافسوا على جائزة الكرة الذهبية سنة 2010. بعدها يامال انضم لقائمة لاعبين نادي برشلونة للشباب وهو عنده 14 سنة بس، ووقتها كان أصغر من باقي لعيبة الفريق، وده علشان كان أبرز وأشهر لاعبين الأكاديمية. ورغم إنه ما كانش لسه مضى أي عقود مع النادي، إلا إنه كان أبرز اللاعبين في البطولة وخلى اسمه وموهبته يظهروا. وبعدها بسنة واحدة بس شارك في الدوري الإسباني لما دخل الماتش بين برشلونة وريال بيتيس كبديل لجافي، وأبدع فيه وانتهى الماتش ب4-0 لبرشلونة، وهي اللي فازت بالدوري الإسباني وقتها. ويامال بقى أصغر لاعب يشارك في الفريق الأول لنادي برشلونة. لامين يامال حرفيا أصغر لاعب أساسي لبرشلونة لما بقى عنده 16 سنة، وساعتها لعب ماتش في 2023 ضد نادي قادش وفاز الفريق 2-0. وبعدها فاز بأفضل لاعب في المباراة في ماتش برشلونة ضد فياريال. وبعد ما صيت يامال بدأ يسمع بالشكل ده، قرر نادي برشلونة توقيع عقد جديد معاه لحد سنة 2026 بشرط جزائي مليار يورو. ومن هنا بدأت مسيرة يامال في تحطيم الأرقام القياسية، منها أصغر هداف لبرشلونة، أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، أصغر لاعب يترشح لجائزة الفتى الذهبي وخدها وقتها وده رقم قياسي تاني، أصغر لاعب يسجل في تاريخ كاس السوبر الأسباني، أصغر لاعب هداف في تاريخ كأس الملك، وغيرها كتير من الأرقام القياسية.
يامال شبه ميسي في حاجات كتير، الاتنين خارجين من أكاديمية لاماسيا، والاتنين عندهم موهبة جامدة في المراوغة والتمرير وصناعة الفرص والسرعة العالية، ده غير ان قدرتهم في التحكم بالكرة عالية جدا. كمل معانا الفيديو علشان هنعمل مقارنة بسيطة بين الاتنين كمان شوية. المهم يقدر يامال انه يلعب كمهاجم وفي خط الوسط وجناح يمين، بالاكثر كجناح يمين، ولانه اشول بيلعب افضل بالرجل الشمال وبيقدر يشوط الكرة بقدرات عالية جدا، وعشان كده عنده قدرة عالية في تسجيل الاهداف. ويامال بيقول غير انه متأثر بميسي، هو برضه متأثر جدا باسلوب لعب لاعب برشلونة السابق نيمار، وبكده يبقى لامين يامال هو اصغر لاعب شارك مع منتخب اسبانيا في بطولة اليورو، وشارك معاهم في نصف النهائي والنهائي، وفاز مع منتخب اسبانيا ببطولة اليورو. اتكلمنا عن اللاعب ونشأته ومسيرته الكروية من البداية تقريبا، بس يا ترى ايه اللي مخليه جامد كده وعليه السبوت ده حاليا؟ تعالوا نعمل مقارنة بسيطة بينه وبين ميسي بما انه الاتنين من نفس الأكاديمية. بدأ ميسي مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة لما كان عنده 16 سنة في سنة 2003، واللي كان من الواضح من أول بدايته إنه عنده موهبة فريدة. لما نيجي نبص على لامين لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة هنلاقي إنه برضه بدأ معاهم وهو عنده 15 سنة، يعني أصغر من ميسي بسنة، وده بيخليه أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في الدوري الإسباني. بالنسبة لأسلوب اللعب، ميسي بيتمتع بأسلوب لعب فريد بيعتمد على المراوغات الدقيقة، التسديدات القوية والدقيقة برجله الشمال، والقدرة على صنع الفرص لزمايله، ده غير انه معروف بقدرته على اتخاذ القرارات المثالية في اللحظات الحاسمة، وطبعا قدرته على تسديد الضربات الثابتة. يامال بيتميز بسرعة فائقة، مهارات عالية في المراوغة، وتحكم ممتاز بالكرة. هو لاعب هجومي بارع جدا وبيتميز بقدرته على اختراق الدفاعات وإحداث الفارق. أما بالنسبة لمركزهم في اللعب، ميسي ملعبش كجناح يمين، لكن اتطور كتير علشان يبقى مهاجم وهمي وصانع ألعاب رهيب. مهاراته دي بتسمح ليه إنه يتحرك بحرية في كل مكان في الملعب. يامال بقى بيلعب بشكل أساسي كجناح يمين، بيمتلك قدرة على اللعب في أكتر من مركز هجومي، ولكن لحد دلوقتي ملعبش في أدوار أكتر مركزية زي ما حصل مع ميسي مؤخرا في مسيرته. أما بالنسبة للصفات البدنية للاتنين، فميسي مش طويل، طوله تقريبا 1.70 متر، ولكن بيمتلك توازن ممتاز، وده بيخليه يحافظ على الكرة حتى في المواقف الصعبة، وقوته البدنية في سرعته بتساعده على تجاوز المدافعين. لامين بقى طويل شوية بالنسبة لعمره، وده بيخلي عنده ميزة في المواجهات الهوائية، وبيمتلك سرعة كبيرة وقوة بدنية بتتناسب مع عمره، ولكن لسه محتاج شوية تطور بدني مع الوقت. ولو حبينا نتكلم عن المستقبل، فميسي مش محتاجين نتكلم عن مستقبله علشان هو أصلا غني عن التعريف في النقطة دي بالتحديد. أما بقى عن يامال فهو لسه في بداية مشواره، لكن عنده إمكانيات كتير قوي بتخليه لاعب بارز في المستقبل، ولسه بدري علشان نقدر نقول إنه هيبقى ميسي الجديد، ولكن بداياته بتوحي إنه هيكون ليه مستقبل باهر. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.